بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. كون الإنسان شاعر أو فنان أو مفكر يجعله في آه، لديه مسؤولية نحو المجتمع ورسالة في الحياة سامية يجب أن يؤديها بإخلاص وصدق نحو المجتمع من واقع مسؤوليته التاريخية لتسخير الإنسان نحو المجتمع. وأنا أعتقد أن إنسان بلا رسالة فهو لا هدف، هو إنسان بلا هدف. وأعتقد إن هو شيء متطفل على الحياة، وشيء أنا للأسف بعتبر إن هو يعني لو أكون مبالغ لو قلت إن هو إنسان لا قيمة له في الحياة. ده شيء مؤسف من واقع هذه الأشياء كلها. وقلب صادق وضمير متيقظ، ضمير حي، أتوجه كفنان بهذه الحلقة إلى المجتمع بل وإلى البشرية جميعا في موضوع هو متعلق بالمشاعر السامية وعصر الرومانسية والفقود وعصر السرعة ومرض العصر الحديث. ده كله سنتناوله في هذه الحلقة من تأملات على الشعر. الفيلسوف العظيم جدا الخالد أفلاطون ألف كتاب من مئات السنين، بل حوالي 1000 سنة، اسمه المدينة الفاضلة. نفس ما طلع إليه الإنسان ذو ضمير الحي الفنان الرومانسي هو مسألة تطلع المثل العليا في حاجة اسمها المدينة الفاضلة. وده طبعا لا يحدث إلا في الجنة. المدينة الفاضلة ألفها أفلاطون الفيلسوف الكبير العظيم، يدعو إلى سمو بالنفس البشرية. كما نال الثورة الفرنسية في العصر الحديث، ده ربط بين العصر القديم من مئات السنين بمسألة الثورة الفرنسية، والعالم الغربي الذي بفضل دوافعه النبيلة تطور إلى الأفضل. في شيء غريب إن إحنا شوف ده دور الإنسان الشاعر محلل للتاريخ ومحلل لكل شيء في السياسة وكل شيء. في الآخر يجب عليه يشوف الإنسان رسالة والإنسان مسؤولية نحو المجتمع. ده شيء يجب أن يكون واجب مقدس في حياة أي إنسان. وكما أعتقد وأقول بشيء قد يثير حفيظة الكثيرين إن الإنسان بالرسالة فهو إنسان بلا قيمة. وكم نجد من الناس أصحاب شهادات عالية، بل وأساتذة جامعة وناس مقامات رفيعة جدا في مجتمعنا وفي المجتمعات كلها، أصحاب شهادات عليا، لكنهم أصحاب ضمير زائف في مسائل كثيرة. وحقيقة غايبة على أذهانهم إن هم لابد أن يتحلوا بمكارم الأخلاق والضمير الحي والمثل العلي. في القرن الماضي ظهر كتابين للكاتب الكبير عالم الاجتماع ديل كارنيجي. أحدهم بعنوان كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ده كان مع موضوع الأخلاق. تاني كتاب عن مسألة دع القلق وابدأ الحياة، ده بيعالج مشاكل الاكتئاب والأمراض النفسية. الحقيقة الكتابين دول أثروا بشكل قوي جدا في المجتمع الغربي ووصل لمجتمعنا الشرقي. كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، ده بتتكلم عن حاجات سامية وغادرة. في عبارة في هذا الكتاب بتقول توسل الدوافع النبيلة. برضه في كتاب دع القلق وتؤثر في ودع القلق وابدأ الحياة، ده كتاب بيتحدث عن الصحة النفسية في زمن السرعة وزمن الحديث، العصر الحديث اللي هو عصر المادة ده كذا. شوف الكتابين دول أثروا بشكل إيجابي جدا في إخلاق الناس الغربيين بشكل إيجابي جدا. حصل تحولات قوية فيه، حوادث أقول إنها شبه جذرية في المجتمعات الغربية.
اللي بتعاني أصلًا من مسألة الاكتئاب والأمراض النفسية بشكل مضطرد، شكل قوي جدًا في العصر الحديث. و ومع هذا الكتاب مليء النسخ، ثم تبعه كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. برضه يعني شيء بيتحدث في مسألة دين المعاملة، يعني ده الكتاب ده يسوقنا بيسوقنا إلى في مسألة معينة. أنا باظن إنها مسألة يجب أن نركز عليها، مسألة حيوية وكلمة السر والشيء يعني محوري في مجتمعنا الإسلامي، المسلم المصري كل الناس دي، في الصراع بين روح الدين وشعائر الدين. روح الدين وشعائر الدين. هنشوف حاجة معينة كمفكر أنا باعتبر نفسي إنسان طبعًا، لكن في إني بنشوف يعني حاجة هنشوف إن إيه، إن روح الدين طبعًا بالطبع في اعتقادي وفي يقيني إن روح الدين أهم بمراحل من شعائر الدين. شوف المنافقين وكذا، وأبسط مثل أقوى مثل وأعظم مثل شركات توظيف الأموال اللي ظهرت في السبعينات وأدت إلى انهيار الاقتصاد وكل شيء، كانت تستتر خلف الدين والناس تسيب عملها تروح تصلي. الراجل يروح يحج عشان يقول ده حج. يعني في نفاق جامد في مسألة شعائر الدين بشكل جامد قوي مضطرد في مجتمعنا المصري والمجتمع الشرقي بقى. المجتمع المصري بالذات خاصة المجتمع المصري. هنشوف روح الدين، الناس الغرب اللي عملوا بيها، اللي بيبيع بروح الدين والأخلاق الحميدة والسامية بيقع في الناس في الغرب بالذات وقعوا في مأزق. الناس اللي هم الناس طبعًا الناس اللي هم بيطلّعوا على الفضيلة وكده، ودول موجودين كتير في العالم الغربي، وده أدّى في النهاية إلى أساس الانتحار والأمراض النفسية. هنشوف المأزق اللي وقع فيه العالم الغربي بسبب تمسكه بالفضيلة، إن أصبح ناس في صراع بين الخير والشر، وصراع بين ده موجود. الناس اللي طبعًا بتطلّع على الفضيلة حصل مأزق معيّن في الناس بتطلّع على الفضيلة في عصر السرعة. فحصل صراع قوي بين الضمير الحي وعصر السرعة. يعني اللي هو سببت المخدرات وطبعًا اليهود طبعًا لعبوا دور محوري في مسألة عصر السرعة و و وعموم خاطئ بشكل قوي جدًا في عصابات في المخدرات وعصر السباق الهستيري والصراع ال ال القميء في مسألة المادة. سعي هستيري في نحو المادة والمخدرات يعني ده كله أمراض نفسية وأمراض أخلاقية. في النهاية أدت المجتمع الغربي إلى في إنسان هو يتجه بيه شكل أنا باعتقد إنه صحي، يعني نبيل نحو الاتجاه إلى مسألة التوجه إلى الاستشفاء النفسي، ما دام يعني ليس عندهم الحل الديني. وأنا باقول الحل الديني في هذا العصر حتى بالنسبة للمصريين أصبح حل صعب، مستحيل، لإن في صراع بين الدين والسُلطة والدين وحاجات تانية. الناس اللي يعني أنا مش عايز أتكلّم في مسألة السياسة وكده، لكن نقول إن الإنسان لابد يعني يشوف الصراع بين الإنسان المتدين اللي هو بيعمل بروح الدين ومرضى القلوب. ده باشوفه في المجتمع المصري. وأنا قُلت قبل وأنا يعني في عميق في قرارة نفسي واعتقادي إن القوي اعتقادي القوي إن يعني لابد أن يلجأ الناس يعني كثير من المصريين وناس كتير في ناس في المجتمع المصري إلى مسألة العلاج النفسي واللجوء للسير النفسي. ليه؟ ليه يعني لماذا؟ بنجد إن في تعقيدات الحياة وخاصة في المجتمع المصري ومشاكل النكسة والأزمة الاقتصادية، ده كله بيدفع الناس في أغلب المصريين إلى الاغتسال ومسألة المشاحنات. وده بنجده في المواصلات، بنشوف المواصلات وإشارة المرور. فطبعًا الناس الأمريكان والعالم الغربي كان عندهم طبعًا باعتقد إن هم عندهم على ظهر المجتمع المصري
إنما عندهم دوافع نبيلة. في النهاية أدى هذا الصراع إلى اللجوء إلى راجل فاهم، راجل عارف علم النفس، راجل عنده دوافع نبيلة، ضمير حي كالاستشاري النفسي يلجأ إليه، أو عالم دين روحاني متمرس يلجأ إليه لأخذ النصيحة والاستشارة النفسية في شيء سامي يفخر به المجتمع الغربي الذي قلت فيه نسبة الانتحار والأمراض النفسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب لجوء العلاج النفسي الذي يفتقده الإنسان المصري. وده الشيء بسبب إن العهد النصيري وفساد حاجات كتيرة، ده حاجات لا ناقشها ناس كتير، وحاجات معروفة وحاجات مفضوحة، في حاجات يعني للأسف يعني يعني عندما ارتبط يعني مثلًا هاشوف حاجة معينة، لمّا يرتبط العهد النصيري بعصر السرعة، ده هاشوف حاجة غريبة، حصل يعني الناس عندها انقلاب في في المفاهيم بشكل غريب بالذات في الستينات. وأنا باقول إن نُص الناس حصل عندها شرخ في الشخصية، حصل شرخ في الشخصية المصرية. آآ آآ أدّى إلى انتكاسة في الأخلاقيات بعد النكسة، والحاجات دي كلّها طبعًا الواحد يأسف إن هو يكون يعني هذا المجتمع بهذه في حاجة اسمها المنطق المعكوس، الناس شايفة إن عهد عبد الناصر ده كويس، ويعني ده باعذر المجتمع المصري، لإن في أغلبه ناس طيبين، يعني طبعًا بينضحك عليهم الشعارات. ويعني عايز أقول إن العلاج النفسي ليس عيب وليس خطأ، أو اللجوء إلى رجل دين روحاني لا يعمل بروح الدين قبل شعائره، وليس رجلًا منافقًا. ونشوف إن الدين يفيد الشعوب، وزي ما قُلت إن روح الدين أهم من شعائر الدين. وشوفنا يعني النفاق في الدين وكده، يعني دي كلها أمراض اجتماعية، موضوع من النفاق في الناس مدعين منافقين إلى الناس مرضى القلوب ضحايا عصر الانفتاح والعصر الحديث، في عصر عبد الناصر الناصري وعصر الحديث، والصراع بين الاشتراكية والرأسمالية، ده كله شيء بسبب أمراض اجتماعية وحسب شرخ في الشخصية المصرية. ودورنا كمفكرين والناس دي يعني الناس بتاع علماء الاجتماع وناس علماء النفس يشوفوا حلول لهذه الأمراض الاجتماعية. ويعني شيء وبعدين حلقات لحلقات، ويحتاج إلى عشرات السنين حتى نطوّر مفاهيمنا. ويعني ويعني زي ما نقول إن دي كده الإنسان المصري للأسف مُصاب بعديد من الأمراض الاجتماعية، يجب أن يلجأ إلى الطبيب النفسي في حالات كثيرة. يعني بنشوف المشاحنات في المواصلات، مشاحنات في وسط المرور، يعني ده عايز أقول إن دور الإنسان الحساس والمفكر والشاعر خاصةً إنه ينبه المجتمع لعيوبه. ده شيء نابع من مسؤوليته تجاه المجتمع، وشيء نابع من رسالة، لابد لكل رسالة. وعايز أقول للفنان والشاعر في يعني يعني لابد أن يفرز إنتاجًا يفيد الناس، وينبه المجتمع لعيوبه. وده ظهر في مثلًا إصداراتي، وبدون فخر أنا كشاعر بادعو الناس المفكرين لإنهم ينبهوا إنه سواء في إصدارات أدبية أو شعرية أو حتى فلسفية، في أمثلة من الناس السابقين العظماء في هذا المجال، وصلوا عباس بن محمود العقاد، والدكتور يعني وناس مفكرين إصلاحيين في المجتمع بتاعنا المصري. يجب أن يعني عباس بن محمود لم يعني ما عندوش شهادة، ما خدش شهادة، ما عندوش شهادة، لكن مفكر عظيم. يعني عنده فكر، عنده يعني نظرة ثاقبة للمجتمع والناس، وفكر جميل قوي جدًا، راجل عظيم، راجل نادر، وهو قدوتي. يعني شوف أنا برضه من خلال قراءاتي كتيرة في عالم الأدب والفلسفة وكده، طبعًا ومن خلال أصلًا برضه أيضًا مسؤوليتي نحو هذا المجتمع المصري، وشايف إن الإنسان صاحب رسالة، وفي نقد لعيوب المجتمع. خاصةً في العهد الناصري والستينات التي تجلى، وشوف زي ما بيقول دي حاجة غريبة، توخّذ الجبل فوضى فعل هذا في العهد الناصري، فأفرز انهيار أخلاقي. وده شيء باناقشه في قصة في أساسًا في مجموعة قصيرة اسمها ناظرة الزعيم، باوضح فيها العهد النصيري الذي أدى لانهيار المنظومة الأخلاقية وحدوث الشرخ الكبير في الشخصية المصرية بعد النكسة، وهذه الأشياء
الفظيعة. يعني ده شيء باقول بانبه الناس هو إن أنا صاحب رسالة، وليس من فراغ، لكنه من خلال قراءات وأحاسيس معينة استمدتها من يعني دين المعاملة والروح السامية في الدين. وبرضه الشاعرية في الرومانسية هذا الصدق مع النفس والضمير الحي، بيؤدي في الآخر طريق نهايته صدق مع النفس. واجب الإنسان كفنان إن هو يفيد الناس بشكل أو بآخر. ودي أيضا مجموعة قصيرة أخرى عن أيضا عهد النصيري وفساد المخابرات اللي فضايحه ليه فضايح قبيحة فظيعة قذرة في سلسلة الانحراف الأخلاقية وكذا وكذا. تدعى صفقة على شرف امرأة. صفقة على شرف امرأة هذه المجموعة القصيرة، وأيضا مجموعة نظر الزعيم، دي أعتقد إنها رسالة للمجتمع. دي يعني شيء يعني من واقع يعني إنسان بروح السامية اللي استمدتها من الناس العظماء، والدين اللي هو بيحتم الإنسان يكون صاحب الرسالة. ده شيء يدفع الإنسان والفنان إلى روح سامية، روح نقية، روح صافية. في هذا العصر، عصر السرعة القميء يعني ده شيء يعني في الآخر بنقول هذه الحلقة اللي هي أرجو إنها تكون يعني دافع للكثيرين نحو تطلع إلى يعني رومانسية ومقت وترك وهجر عصر السرعة والمادية الفظيعة، ونلجأ ونشوف الدين المعاملة وروح الدين. ده شيء يعني أنا بدعو الناس كلهم إنهم يتمسكوا بهذا الشيء، يعني هو الأخلاق السامية اللي هي نابعة من يعني مسؤولية أخلاقية نحو الله والمجتمع. أقول قبل كل شيء يعني هي المسؤولية الأخلاقية نحو الله والمجتمع. ده بيدفع الإنسان إن هو يكون صالح شريف ذو مسؤولية ذو رسالة. دي يعني ده أرجو الناس في المجتمع بتاعنا يعملوا بهذه المثل هذه الإرهاصات من شاعر فنان حساس. وأيضا أنا ليا حاجات رومانسية طبعًا في الحب وكده، طبعًا دي من تجارب معينة. طبعًا شيء طبعًا كله يعني أرجو إن يعني الإنسان الناس يتمسكوا بالرومانسية وروح والضمير الحي والمثل العليا. ومش عيب الواحد يروح للطبيب النفسي في واقع في نظرية فشل الحل الديني. فيعني طبعًا ده الحل ده المجتمع الغربي لجأ إليه، وشُفنا إن إزاي نسبة الانتحار في السنوات الأخيرة قلّت في المجتمع الغربي وزادت في المجتمعات الشرقية. شيء يجب إن إحنا ناخده في الاعتبار، إن الإنسان ياخد بروح الدين، يكون يلجأ إلى الطبيب النفسي إذا ودي كيميا في المخ. يعني مسألة الأمراض النفسية بتبقى كيميا في المخ. ده شيء معقد في الطب، ولا يعلمه إلا أطباء النفس وبرضه الناس الناس أصحاب الروح أولياء الله والناس المتدينين سواء في المسلمين أو في المسيحيين أو كده. دول ناس طبعًا لازم برضه الناس اللي هم عندهم روحانية، لازم برضه الناس الشباب وكذا، الناس التعبانين نفسيًا يلجأوا الناس دول. ده أعتقد إن هو حل روشتة لمسألة التعقيدات في العصر الحديث، في مجتمع القميل، عصر السرعة وعصر افتقاد الرواسير. روشتة ل إنسان مخلص نحو المجتمع. يعني ده عايز أقول إيه، دي رسالة بيأديها الإنسان الفنان خاصةً نحو المجتمع ونحو الله. ده شيء يعني أعتقد الإنسان بياخد عليه ثواب أكتر من إن روح الدين أهم من شعائر الدين. ده شيء يعني دي رسالة باقولها باعتقد إنها رسالة مهمة للناس والمجتمع. يعني ده شيء أنا بنظرة متواضعة نحو في رسالة معينة، رسالة متواضعة نحو المجتمع. رسالة من شاعر حساس مر بتجارب وليه قراءات، ده يجب أن ناخد ذلك في الاعتبار. وشُفنا إزاي ناس أصحاب شهادات ومقامات رفيعة وعُليا يقعون في مأزق في حكاية مسألة التدين الخلقي والفساد وكذا وكذا. ده شيء باقول إن دي رسالة لكل إنسان ذو ضمير حي إنه يعمل مثل العُليا والقيم النبيلة والرومانسية.
ولا هل بلغت إن شاء الله، اللهم فاشهد وأنا أقول سمعك الله على سيدنا